سورة الشورى مكية. من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله ووجوب متابعته والتحذير من مخالفته. التفسير: حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره وخلقه. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم في ذاته. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأراضين، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا، ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دون الله أصناما يوالونهم ويعبدونهم من دون الله الله لهم بالمرصاد يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت أيها الرسول موكل بحفظ أعمالهم، فلن تسأل عن أعمالهم، إنما أنت مبلغ. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا، وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء. لا شك في وقوع ذلك اليوم، والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في النار وهم الكفار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا الجنة، ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، والله هو الولي الحق
فغيره لا ينفع ولا يضر، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، ولا يعجزه شيء سبحانه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أرجع بالتوبة.